السلام عليكم، كنتمنىكم تكونوا بخير يا ربي والصحة والسلامة. اليوم غنطلب هاد البسبوسة، كانوا ذاقوها شي ناس عند مرات خويا صديقات ديالها، وطلبوني باش نصور معاهم البسبوسة. أنا كنت دايراها شحال هذا بالكريمة، ولكن كنت درتها غير بوحدها وجات واعرة وعجبتهم بزاف، ولكن راه جات بنينة. المهم البسبوسة كندير فيها 3 الكيسان ديال الفينو، 2 بيضات، كاس د الكوك حامضة كنقش كنحكها وكناخد العصير ديالها. السكر سنيدة ما كنديرش، كاس عامر، العسل، 2 خمارات، جوج فانيات، وعندي كاس ديال الحليب، قلت كاس ديال الزيت. الفاني كندير واحد مع السقوة، وواحد كنديرو مع الخليط. واول حاجه كنديروها هي السقبه ديال البسبوسه. اول حاجه كناخد ديك الحامضه اللي انايا كنت عصرتها وحكيتها، كناخد دوك الجلوف ديالها وكندير معاه كاس ديال السكر سنيده وكاس ديال الماء، نفس العبار كيما شفتوا الكيسان اللي كنشربوا بهم اتاي، اللي كنقولوا لهم حنا كاس العنبه، معدين على هاد الكاس العنبه. المهم كاس اللي كنشربوا به اتاي، درت كاس ونص ديال الماء. غادا ندير وندير ساشي ديال الفاني، وندير السقبه ديالي طيب هي الاولى، حيت ملي طيب البسبوسه خاصها تكون هي بارده. دابا غادا نخلط، درت البيض 2 بيضات، ودرت السنيده ما غاداش كما قلت لكم. ما غنديرش هذاك الكاس اللي انا دايره، ما درتوش كامل، خليت منه لحقاش كاين العسل، وغادا نسقيها مازال غتجينا حلوه بزاف. وشويه الملحه غنضربو بالطراب ماشي ضروري يكون ديال الضو، يكون طراب عادي بحال هكا صافي. نضربو غير البيض شويه يتخلط لينا، ما يبقاش داك اللون يولي بيض صافي. وغادا ندير هذاك العناصر الاخرى اللي بقات ليا. غادا ندير الزيت وكاس ديال الحليب. الا كان انايا كنت درت فيها ياغورت، اللي كان عندكم ديروه. المهم انا كاين عندي الحليب ياغورت، غير كيزيدني يرطبها، مع انه حتى شي يظهر. العسل اللي انا درتو هو اللي عطاها ديك الحموريه، كتجي ديك اللوين ديالها محمر، وكتجي رطبه عاوتاني، كتجي زوينه، نفس الدور ديال الياغورت. غادا نخلط سميتها هذا الدقيق الحرش، ماشي كتسموا الدقيق الحرش، غير يكون عادي، راه خاصو يكون مسمد بحال الشكل ديال السميده، يكون هو كيما كنقولوا السميده الرقيقه، خاصو يكون مسمد. اما لو كان دقيق راه ما غاديش يجينا في البسبوسه مزيان، خاصو يكون مسمد باش يجينا، والبسبوسه ديالو كتجي رطبه وزوينه. والقشور ديال الحامضه، والحامضه عصرتها وزدت واحد شويه الماء مع داك العصير ديال الحامض. وغادا نضيف 3 الكيسان كاملين ديال هذا ديال الفينو، حيت هي واخا كتبان لينا جاريه، راها كتعقد بحال السميده، كتزيد كتعقد، خاصها تجينا رطبه. دابا غادا حتى نشوف، مني شفت مازال خاصها باقا مطلوقه بزاف، غادا نضيف الكاس كامل. الحامض الدور ديالو لا هو لا القشور كيحيد ديك الزوريه ديال البيض، ما كتجيش ديك البسبوسه ديالنا مع فيها البيض ما تجيش فيها ديك البنه ديالو، ديك الزفوريه ديالو كتحيد. وجوج خمارات، هاد الخمارات هذا من قياس 8 غرام. هي في المجموع 16 جوجات، كل وحده كتعطينا 8. ودابا غادا نزيد داك شويه الفينو اللي بقى ليا، انا قلت يمكن غادا تدير الساعه، لا مازال كتبان ليا جاريه. وهذاك المول اللي انا غنطيب فيه هاد البسبوسه هادي، كنت سبق دهنته بالزبده ورشيته بالفينو ودرته في الثلاجه مع الصاد هذا، حيت الزبده غادا تذوب ليا، الله ما تبقاش هاده داك ما حتى حاجه ما تذوب.
كيما بغيت عارفه راسي غادا ندير البسبوسه، هو الاول صبقته، دهنته بالزبده ورشيته مزيان باش ما تلصقش ليا البسبوسه. رشيته مزيان ودرته في الثلاجه وخليته لتحت. والفران دابا راه شعلته ودرتو على 150 درجه. كنشعلوه من التحت هو الاول، غير كتبان لينا الكيكه هذاك البسبوسه بدات من التحت ديالها بدات كتبدل اللون ديالها، بدات كطيب. صافي كنطفي لتحت وكندير الفوقاني باش كتحمر. في البلاصه فاش كنخرجها من الفران، كيما هذا السيرو هو الاول كنسقيها تكون سخونه، علاش قلت لكم في الاول خاص القبه تكون طابت هي الاولى باش تبرد. غير كنخرجها كنبدا نسقي بها بهذاك السيرو اللي انا درتو. السيرو خاصو يطيب، ماشي يطيب بزاف تيعقاد، يبقى شويه مطلوق. وكثير البسبوسه هذه ملي كنديروا فيها هذيك الكريمه اللي كتجي من الوسط ديالها، راه كتجي زوينه عاوتاني رائعه بزاف. وكنزينوها باش ما بغينا اللوز، كوك، اي حاجه بغينا نديروها من الفوق. انا درت واحد الخطيطات ديال العسل غير باش يلصق ليا هذاك اللوز، حيت مع السقوه ما كتكونش خاسره بزاف. وصافي نخليها تتبرد شويه وعاد نقطع. انا قطعتها باقا سخونه شويه. المهم نتوما قطعوها حتى الوقت اللي تبغيوها تاكلوها، تتبرد من الاحسن. قد ما بقات هي وقد ما باتت وقد ما طولت بزاف البسبوسه محده وهي كتزيان. كتجي زوينه وما كتجيش فيها واحد البنه ديال الحلاوه واخا مسقيه، راه ما كتجيش فيها واحد البنه ديال السكر كثيره بزاف، كتجي زوينه بزاف. المهم نتلاقى معكم ان شاء الله في فيديو من الفيديوهات اللي كنشارك معكم. شجعوني باش دائما نبقى نصور معكم، ما تنسونيش من اللايك، ما تبخلوش عليا بلايك، شجعوني باش دائما نبقى نصور معكم فيديوهات من القلب ديالي. نتلاقى معكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامه.